هو النهارده اليوم بعنوان حسبي الله ونعم الوكيل، بس احنا هنقوله حسبي الله ونعم الوكيل في التحكيم، ولا حسبي الله ونعم الوكيل في اتحاد الكوره، ولا حسبي الله ونعم الوكيل في الاداره، ولا حسبي الله ونعم الوكيل في مين؟ يعني قول حسبي الله ونعم الوكيل في الولد بتاعنا اللي الضلعين، الولد كسر له الضلعين واتجمع هوا على الرئه. لو اقسم بالله شابوه الدكتور محمد اسامه. دكتور محمد اسامه يا جماعه، انا طول عمري اعرف انه دكتور شاطر جدا ودكتور عالمي في اصابات الملاعب وكده. اقسم بالله دكتور محمد اسامه لو ما كان خد امر، الولد عمال يصر انه عايز ينزل يلعب، لو جرى هجمه لاعب الزمالك، لو نزل عمل سبرنت واحد كان مات في الملعب، كان مات بجد، كان مات. ضلعين مكسورين وتجمع هواء على الرئه، حاجه خطيره جدا. دكتور محمد اسامه قبل اي تشخيص شابوه بجد، دكتور ناجح ودكتور عالمي. شابوه دكتور محمد اسامه، الوحيد اللي شايف شغله في نادي الزمالك هو دكتور محمد اسامه بجد. مجلس الاداره، هل للمباراه الثانيه على التوالي الزمالك بيتظلم؟ هل هنسكت على الظلم ده؟ مش عارف. انا اللي اعرفه ان احنا جبنا ناس كيوت وفافي بس بتجيب حق النادي برضه. احنا جايبين رجال اعمال عشان خاطر انتوا جيتوا عشان تجيبوا صفقات وتقووا النادي ومحترمين. بس انا شايفه كده ان مرتضى كان جميل وعليه سكر من وجهه نظري حاليا. انتوا كنتوا بتجيبوا، كان بيجيب بطولات افريقيه، انتوا جبتوا زي اللي هو بيجيبه بالظبط، انتوا ما عملتوش جديد لسه. انت ما جبتليش افريقيا عشان برضه ايه اقول انت عملت حاجه واو، اللي انت جبته مرتضى جابه. فمرتضى ما كانش حكم يتجرأ يصفر صفاره مش بس مشكوك فيها على نادي الزمالك مش صحيحه. لما ضرب الجزاء 100% صحيح، الواد مات، الواد في المستشفى هيتحجز اسبوع، ضلعين مكسورين. انت كنت عايز يحصل فيه ايه يعني كده؟ الحكم كان عايز يحصل ايه في لاعب الزمالك عشان يتحسب له ركله جزاء؟ يعني عايز ايه غير كده؟ للمباراه ال200 على التوالي الحكام بتظلم نادي الزمالك. هل احنا برضه هنفضلوا واحنا داخلين 2025 الكرة بتتطور في كل حته، الرياضه بتتطور في كل حته، هل هنفضلوا عايشين في فكره النادي الاوحد انه الاهلي بس لازم ياخد الدوري، الاهلي ياخد الدوري؟ فاهمني؟ انا ما عادش فاهم حاجه. ما هو لو البطولات دي وبطوله النادي الواحد ملوش لازمه اللعبه يا جماعه. البطوله تتاخد كل موسم وتتسلم للنادي الاهلي ونقعدوا نعيشوا حياتنا من غير صداع. لكن لما ومالكش دعوه الزمالك حلو وحش، يعني الزمالك وحش تظلمه وتقول لما هو الزمالك وحش؟ انت مال اهلك؟ انت الزمالك حلو وحش انت مالك؟ مش شغلتك انت. الزمالك حلو وحش دي لينا احنا كجمهور. والواحد برضه ليه تحفظات على الجمهور، والفلاشه اللي مليانه اغاني دي لازم تتغير، ولكن مش وقته. احنا مش هنعض في بعض عشان خاطر وان شاء الله الدوري زمالكاوي. وبقول لكم النهارده اهو بعد مباراه طلائع الجيش اللي اتظلمنا فيها، الدوري برضه مش هياخده غير الزمالك. وحسبي الله ونعم الوكيل. ومجلس اداره نادي الزمالك اتمنى ما يبقاش حنفي وخلاص المره دي. اتمنى مجلس اداره نادي الزمالك يصدر بيانات مهمه وياخد قرارات مهمه ومدروسه، يا اما اللي ما عندوش شخصيه ما يلزمناش في نادي الزمالك.